السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القطايف. عجينة القطايف في منتهى السهولة وبخطوات سهلة جدا جدا، والمقادير بتاعتك موجودة في كل بيت. هتعاير عندك هنا كوبايتين من الدقيق، وتروحي نخلاهم. النخل ده مهم جدا علشان بيخلي العجينة بتاعتك هشة. دي مهمة في موضوع النخل. بعد كده هجيب الدقيق بتاعي وكوباية من المية، ويفضل انها تكون دافية، يعني فترة بس كده زي دمع العين. ونحاول ان احنا ندمج الدقيق مع الدقيق مع كوباية المية دي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. حاولي ان انت تدمجوهم جامد، وتأكدي ان هي اندمج معاكي بقت عجينة. زي ما حضراتكم شايفين كده، بقدر المستطاع تحاولي ان انت تقلبي فيها لحد ما تلاقي العجينة ايه، بقت معاكي بالشكل اللي انت شايفاه كده. بس كده. بعد كده العجينة بتاعتك ديت لما تلاقيها بقت عجينة طرية وبالشكل ده، انت ما احتجتيش ان انت تحطي ايدك فيها، ولا يعني بالمعلقة بس، وبقى الموضوع معاكي تمام ومية مية. العجينة بتاعتي ديت بقى هغطيها بكيس او غطاها يعني كويس، وسيبيها. على فكرة انت ممكن تعمليها على بيض وتصبحي تشتغلي فيها. ايه الحكمة ان احنا عملت الخطوة دي؟ هوريكي اهوت قدام منك عملي. شايفة انا ليه عملت العجينة وبدون اي اضافات غير مية ودقيق؟ علشان اعمل للعجينة بتاعتي عرق زي ما حضرتك شايفة كده. الخطوة المهمة اللي احنا عملنا له عرق خلاص. نبدأ نحط بقية المكونات بتاعتنا. معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. دي المكونات بتاعتنا اللي هنحطها بقى خلاص بعد ما عملنا العرق. يعني بقية المكونات هنحطها دلوقتي. انا دايما بحب احط في المعجنات بتاعتي معلقة من الخل، بتفرق معاها كتير قوي قوي قوي. وحطيت فانيليا، وهحط الكوبايه التانية من الميه، كوبايه الميه التانية. وابدا بقى هقلب في العجينه بتاعتي بقى. احاول ادمجها بقى. ايه انا عايزه دلوقتي؟ عايزه العجينه بتاعتي تكون عجينه سايله. دلوقتي انا هجيب الهاند بلندر، واحاول بقى ادمج العجينه بتاعتي. نقلتها طبعا في بولة اكبر، عشان اخد راحتي في التقليب وكده. على فكرة انت ممكن تعملي الخطوة دي تعملها في الخلاط. انا كنت نسيت نص كوباية سميد البسبوسة. يعني هو كوبايتين دقيق، وكوبايتين من المية، ونص كوباية من سميد البسبوسة. ضربتها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، وصفيتها بالمنخل السلك علشان اتأكد ان مفيش فيها اي تكتلات نهائية. هجيب شفشق زي ده، مهم ان هو يكون له بوزة كده عشان لما نيجي نصب الخليط بتاعنا. شايفين سمك الخليط بتاعنا كده؟ تمام قوي قوي كويس جدا. هجيب المقلاية تيفال او صينية تيفال عندك، او جرانيت، علشان ما تلزقش. لازم تكون جرانيت او تيفال، بحيث ان هي ما تلزقش العجينة بتاعتنا فيها. طبعا ما بدهنش اي مواد دهنية نهائيا. وبعد كده بخليها لما تسخن وهدي النار عليها، وابدا بقى اصب. يعني اهم حاجه يعني واحنا بنصبها كده، انت عايزاها كبيره، عايزاها صغيره، عايزاها وسط، دي براحتك. انت اللي هتقدري تتحكمي في حجم القطايف بتاعتك اللي انت عايزاه. زي ما حضرتك شايفة كده، شايفة الثقوب بتاعت القطايف. زي ما انت شايفة الثقوب بتاعتها بدأت تفتح كده، تعرف ان هي كده دخلت في السي بتاعها خلاص. انا هنا بحاول ان انا اشتغلها بالراحة، وعشان انجز وقتي بس مش اكتر، ان انا اصب غيرها. يعني اعمل بدل واحدة اعمل 2 و3 كمان. انا علشان التصوير بس ماشية معاكم خطوة خطوة، انما انا ممكن اعمل كام واحده في وقت واحد. انا عشان التصوير ماشيه خطوه خطوه وياكم زي ما انتم شايفين، علشان بس اوضح لكم قدام مني العجينه بتاعتي. ابقى عايزاكي بس تبص على الثقوب بتاعتها. الثقوب بتاعتها ضيقه، مش واسعه، ولا العجينه بتاعتنا فشولت ولا اي حاجه خالص. اعرفي ان المقادير بتاعتنا كده مظبوطه وكويسه جدا جدا. اعتمدي المقادير ديت، وتاكدي ان شاء الله ان هي هتبقى ناجحه معاكي وجميلة جدا جدا. اتمنى لو كنت وصلت معايا لحد دلوقتي يعني وعجبك الفيديو، يا ريت تعملي لي اشتراك في القناة، ولايك وشير.
فضلا طبعا وليس امرا. شايفين العجينه بتاعت الارضيه بتاعتها، حاولي ان هي برضو تبقى باللون ده، ما تحاوليش ان انت تغمقيها عن كده. شايفه جميله ازاي؟ في خطوه مهمه برضو عايزه، الخطوه المهمه برضو اللي انا عايزه اقول لك عليها. بصي، انت ما تحاوليش في البدايه كده، في بدايه عمايلك ان انت القطايف ان انت تعملي زي كده. انا بعمل كده ان انا يعني عايزه انجز وقت بس مش اكتر. انت ممكن تسيبيها لحد ما تلاقيها خلاص نشفت خالص، ما تلاقي الثقوب ديت، العجينه ديت بقت ناشفه، تروحي شايله العجينه بتاعتك. تمام، هتكون كده تمام. فزي ما حضرتك شايفة اهو، خلاص العجينة بتاعتنا مجرد اصلا ما بتنشف العجينة من فوق كده، هي بتبقى كده خلاص. ممكن هتشتغلها بقى بمنتهى السهولة خالص، مش هتاخد منك اي وقت ولا حاجة. طبعا زي ما قلت لك وبأكد عليكي، النار تكون النار تكون هادية، تهدي النار عليها. لازم تهدي النار عليها علشان الأرضية بتاعتها ما تلطعش منك. وأنا عايزاها كمان علشان تطلعيها باللون اللي أنا وريتهولك ده، يكون اللون الأرضية بتاعتها رايق خالص، بحيث إن احنا لسه هنحمرها في الزيت. لما نحمرها في الزيت ما تبقاش ايه من البداية غامقة معانا وكده. شوفهم، أنا حابة إن هي تكون فاتحة، كل يعني ما بتكون فاتحة بتبقى أفضل كتير. تمام، شايفين الثقوب بتاعتها؟ شايفين العجينة بتاعتنا جميلة جدا ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين الخطوات سهلة جدا. ممكن بقى هتنجزي زي ما قلت لك، هتعملي كام واحدة جنب بعضها. لما ايدك بقى تاخد عليها وكده هتلاقي نفسك العملية بقت سهلة معاك خالص، وبتعملها بسهولة يعني. وزي ما قلت لك، انت بتقدري بقى تتحكمي في الحجم بتاعك اللي انت حباه زي ما تحبي. اللي انت حباه هتعمليه، هتعمليها كبيرة تعمليها صغيرة براحتك انت خالص. زي ما حضرتك شايف. تمام. دلوقتي العجينة بتاعتنا بعد ما كل مرة بتعمليها بالشكل ده، لازم لازم لازم، وخطوة مهمة جدا ان انت تجيبي فوطة واللي تخرجيه تغطيه. كل ما تخرجي عجينة من على النار تروحي مغطياها، مهم جدا عشان تفضل العجينة بتاعتك طرية. زي ما انت شايفة بسم الله ما شاء الله. شايفة القطايف بتاعتنا حلوة قوي 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 قوي، بسم الله ما شاء الله. الثقوب بتاعتها ضيقة والعجينة ناجحة. بقولك ما تنسيش ان انت تغطيها اول باول، تغطيها اول باول علشان تفضل طرية معاكي. وبعد ما تخلصي كده تروحي جايبة الحشوة بتاعتك وتحشيها على طول، وحابة تعينيها في الفريزر لأي يوم تاني مفيش مشكلة خالص. المهم ان انت تكون عيناها محشية، ما تنهاش كده، تعينيها تكون محشية. تمام. عايزة اقولك بالنسبة للحشو بقى، انا بالنسبة لي كان عندي بقايا من الكنافة زي ما حضراتكم شايفين. الكنافة ديت كانت متبقية عندي، رحت مفرولها وحشيت بها القطايف. كان جميلة جدا. وعلى فكرة عايزة أقولك برضو كنت عاملة قبل كده بتاع بسبوسة، وكان متبقى عندي برضو بسبوسة حشيتها بيها، وكانت في منتهى الجمال. وعلى فكرة ممكن تحشيها جبن، ممكن تحشيها لحمة، ممكن تحشيها أي حشوة أنت عايزاه. فاحنا نستغل الحاجة اللي عندنا يعني. مش هنرميها، لا استغليها. وبتكون في الحشو حلوة قوي قوي قوي، جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا. عايزة اقولك برضو على خطوة مهمة خلي بالك منها. احنا هنا بالنسبة للتحمير بتاعنا، الاول خالص خالص اول حاجة بتعمليها ان انت بتسخني الزيت. لما بتسخني الزيت تبدأي تهدي النار عليها، وعايزاكي يعني حمريها على نار هادية عشان تطلع مقرمشة بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. وكمان الشربات بتاعنا لازم يكون تقيل، بمعنى كوبايتين سكر على كوباية مية، ويبقى تقيل بالشكل اللي انت شايفاه ده. لازم تفضلي ايدك بتقلب فيها بالشكل ده لو انت عايزاها مقرمشه. لو عايزاها مقرمشه تهدي النار عليها خالص، وخليها راحتها خالص كده، وراحه جايه تقلبي فيها الجنب ده والجنب ده. اقصد يعني كل ما بتقلبي فيها كل ما تديكي نتيجه كويسه جدا. يعني هي حمرا اهي برضو بقلب من هنا لهنا، والزيت يكون غزير زي ما انت شايفه. مهم جدا ان الزيت يكون غزير. هي ديت الخطوات اللي هتطلع لك القطايف تكون مقرمشه وبالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. واللون بتاعها يكون اورنج بالشكل ده لان انا مهديه النار عليها.
وبس كده، هي دي القطايف بتاعتنا وخطواتها بسيطة جدًا، جدًا وناجحة. أتمنى إن يكون الفيديو عجبِك، وإذا كان عاجبِك ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة فضلًا طبعًا وليس أمرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا أحلى مشاهدين، سلام.